يا هلا والله، شكرا. شو اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد وحلقة جديدة، ورجعت لكم اساطير مرة ثانية. طبعا الفيديو اليوم راح يكون، ما راح يكون جيمنج، لا راح يكون من سلسلة القصص والمواضيع اللي نتطرق لها. وقلت لكم سابقا انه راح نبدأ بهاي السلسلة. اللي ما يعرف شنو راح نسوي بهاي السلسلة، راح نحكي عن مواضيع مختلفة. ايش نشوفه ما يعجبنا راح ننتقده وراح نحكي عنه وراح نفسخه تفسيخ. طبعا هاي الحلقة الثانية، نزلت حلقة كم قبل كم يوم مدة. اللي ما شاف خليه يروح على قناتي يشوفها. وهاي الحلقة الثانية من هاي السلسلة، راح اتكلم بيها عن المدارس العراقية، عن المصايب والكوارث اللي جاي تصير ويا الطلاب ويا المدرسين، من المدارس الآية للسقوط، من المناهج الصعبة، من تسريب الأسئلة وغيرها وغيرها. راح نتكلم عنها اليوم. بس قبل لا نبدأ، لا تنسى لايك، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شير المقطع، خلينا نوصل أكبر قدر من الناس. ويلا بينا نبدي. شوف، أول شغلة اللي هي المدارس والبنى التحتية الآية للسقوط. يعني أجدد مدرسة انبنت هي بالثمانينات وبالسبعينيات. يعني مدارس، يعني سجن، مو مدارس أبدا. يعني أبدا ماكو أي دولة بالعالم عندها هيجي مدارس. مستحيل تجيب دولة بالعالم عندها هيك مدارس مثل المدارس العراقية. يعني انت تتعجب من تشوف طالب يدرس بهيج مدرسة. صف خرابة المدارس، بأي لحظة ممكن تنهار. حرفيا بأي لحظة ممكن تنهار، لأن المدارس كلها قديمة وبناها قديمة. مدارس كلها قديمة وكلها آيلة للسقوط، وما حد عبرها وما حد مهتم لها أبدا. ده مو مشكلة، عادي. مدارس خرابة، مدارس مهدومة، عادي. نجي لكارثة المناهج، كارثة الكتب. يعني بغض النظر عن المنهج العراقي، هو السابع أصعب منهج بالعالم. يعني حيث انه الطالب الابتدائي او الطالب الرابع والخامس ابتدائي مطينا مواد اكبر من عقله واكبر من حجمه، يعني مستحيل يستوعبها هذه. وبغض النظر انه اكو عوائل، يعني تكون عوائل امية، لا ام ولا ابو، يعني يعرفون يقرون يكتبون، ولا يكون عندهم الامكانية انه يروحون دروس خصوصي او يسجلونه. فهنا أنا حرفيا الطالب راح يضيع، ينتهي. يعني هسه انا كطالب علمي، طالب ثانوية، عندي مواد موجودة على الطالب الابتدائي، الطالب الخامس والسادس ابتدائي. زين شلون هذا راح يتقبلها؟ يعني اللي خلى هذا المنهج اذا يتم، يعني بشون كان يفكر يخلي مواد موجودة عند طلاب المتوسطة والثانوية يخليها على الطالب ابتدائية؟ شلون راح يتقبلهم وراح يفهمها؟ مناهج صعبة، عادي اجي وياكم مناهج صعبة. على الاقل انطونا كتب. هسه احنا نريد كتب، كارثة انه هي كتب ماكو. ما نريد ايبادات، ولا نريد دراسة الكترونية، ولا نريد صبورات حديثة عن حال العالم. انطونا كتب. يعني وزارة ايش قدها ايش كبرها ما بيها لا مطابع ولا اوراق ولا بيها اي شيء. يعني بحيث انه طلاب تظل عندها نقص كتب. انه هذا اللي يحصل كتاب من 5 و6 سنوات هذا يعيش ملك. يعني انت لازم تحمد ربك وتشكره انه تحصل لك كتاب قديم. اكو بيهم ما يحصلون، وكل هذا انه احنا لازم نعتمد على انفسنا ونروح نشتري يا ما نحمل الكتب بي دي اف. وهذه هم كارثة. اصلا صار عندنا شيء طبيعي، المهم هسه صار عندنا، لا صارت عندنا بنى تحتية زينة، مدرسة للسقوط، ولا عندنا كتب. انه الوزارة ما قالت ليش ما جاي تطبع كتب وبتوزع للطلاب. يعني معقولة انه وزارة مصروف عليها مليارات الدينارات ما تطبع كتب وتوزعها؟ يعني كانت وين جاي تروح هاي الملايين والمليارات؟ هاي هم نمشيها نعبرها. قرارات قرارات الوزارة. انا بس يعني أعد افهم من يجتمعون ويطلعون قرارات للطلاب بشنو يحسون، يعني بشنو يفكرون. يعني يجبروك انه يعذبوك ويدمروك ويحطموك من كل النواحي. هاي انا اتذكرها بالثانوي المتوسط ب 2021. انطونا وقفوا الدوام شهر كامل، اكثر من شهر يمكن اللي يتذكرها. وراح انطونا مهلة يومين انه نمتحن نصف سنة. يعني وهاي غيرها وغيرها وغيرها، بس هذا يعني مثال بسيط من قراراتهم المعفنة، قراراتهم الخايسة اللي ما بيها اي مصلحة من الطالب. واتكت لك وزارة ايش قدها وش كبرها وحاسبات والكترونيات متطورة، يجي هكر يخترقها وياخذ الاسئلة ويبيعها.
اللي صار ويانا ب2022. احنا دفعة 2022 العام مالت الثالث. تهكرت الحاسبات الوزارة واخترقوها، وراحت الأسئلة وانباعت. يعني ترى كارثة مصيبة. هاكر يقدر يخترق وزارة شقدها ايش كبرها، حاسبات وزارة. يعني أي مستوى من الفشل بالتعليم اللي راح نوصل له. والمشكلة انه التعليم بالبلد اذا فشل كل شي راح يفشل بيه. اذا فشل التعليم والتربية فكل شي راح يفشل بيه. نجي للكارثة الثانية اللي هي المدرسين. طبعا المدرسين ما راح اقول بعض المدرسين مو كلهم. اكو مدرسين زينين هم جاي يواجهون صعوبات، الله يساعدهم، منهج صعب ووقت قصير واستيعاب الطلاب بطيء ورغم كل الظروف جاي يحاولون ان يساعدون الطلاب ويوصلون فكرة الطلاب. اكو بيهم البعض جاي يستغلون الازمة وجاي يستغلون انه طمعهم وجشعهم. يجي المدرس ما راح يشرح ولا اي شيء، يجبرك انه انت تدخل خصوصي عدة وياخذ فلوس يلا يشرح لك. وهذا شنو سببها؟ انه لاكو رقابة ولا اكو لجنة من الوزارة تراقب هذا الشيء. بالاضافة الى المدارس الاهلية اللي هي طبعا الوزارة مستفادة من المدارس الاهلية اللي تاخذ عليها ضريبة، فهي الوزارة نفسيتها تجبر الطالب انه يروح على المدرسة الاهلية على مود هي تستفاد. والمدرس اللي يعني درس مدرسة حكومية و6000 مدرسة اهلية، يعني هذا شلون راح يكون يقدر يسيطر؟ درس مدرسة حكومية واكثر من مدرسة اهلية انه هو يدرس بيه. يعني كارثة. يعني كم حصة ودرس باليوم لازم ياخذ؟ اذا هو لازم يكون درس واحد ومركز بيه 100% ويا الطالب ويا الطلاب يلا يقدر. زين اذا هو عنده 4 مدارس باليوم لازم ياخذها وكلها بشنو؟ بسبب انه لا اكو لجنة ولا اكو وزارة ولا اكو شيء انه جاي يراقب او انه. ورغم كل هذا احنا مستمرين وجاي نطلع درجات عالية ومستمرين. انا جاي اقول ان هذا الكلام لان انا طالب وانت عزيزي المشاهد طالب، بين انا جاي احس بمعاناتك وشنو الشيء اللي جاي تمر بيه والظروف والصعوبات اللي جاي تمر بيها انا هم جاي امرن بيها. بس هذا الشيء ما يمنعنا انه احنا نستمر ورا احلامنا ورا اهدافنا رغم كل هذا القساوة اللي جاي نمر بيها والانكسار والانحباط حتى من المجتمع، من المعلمين، من المدرسين، من التربية، من الحكومة، من الظروف، من الحياة. اي شيء هذا ما يمنعنا انه احنا نكمل ونواصل. وطبعا الى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون يعجبكم. يا رب لا تنسى اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس واكتب لي بالتعليقات مواضيع لازم نتطرق لها ونحكي بيها ونفسخها ونسولف فيها. وبس اخوكم محمد قناة اساطير البان. مع السلامة. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.